اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وقدرك. أما بعد، إخوتي الأحبة، هذا درس من دروس تفسير القرآن الميسر للناس البسطاء أو متوسطي يعني التعليم. وصلنا إلى الآية 60 من سورة البقرة الجزء الأول. قال الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا استرسالا بالنعم اللي الله سبحانه وتعالى يقص علينا في القرآن الكريم اللي أنعمها على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فيبدأ الحق سبحانه وتعالى بسرد هذه النعم وكم عفى عنهم وكم أعطاهم من فرص من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول. يعني لأن الله سبحانه وتعالى يقول الحق سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الحق سبحانه وتعالى لم يخلق البشر حتى يعاقبه في جهنم أو يسلط عليه غضب من عنده، ولكن خلقه لكي يتعرف على الله سبحانه وتعالى، يتعرف على الله عن طريق الرسل والأنبياء والصالحين. وهنا المناسبة تقول: لا تزال هذه الآيات تعدد النعم على بني إسرائيل، وهذه إحدى النعم العظيمة. طبعا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي وأنزلنا من السماء ماء مباركا ماء طهورا. طبعا الماء هو سر الحياة مثل ما يقولون. وهذه إحدى النعم العظيمة حين كانوا في التيه. عندما قال الحق سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي، سيدنا موسى قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الحق سبحانه: قال إن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ففي التي طبعا طعام يخلص والشراب يخلص زين، وعطش عطشا شديدا عقوبة لمخالفة سيدنا موسى: ادخلوا هذه الواد، قلنا لهم ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا. وهذه إحدى النعم. كادوا يهلكون معه فدعا موسى ربه أن يغيثهم فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجر. إذن طبعا دعوة النبي ليست كدعوة أي بشر، حتى يفرق الله سبحانه وتعالى بالنسبة للبشر، يفرق أنه موسى بشر، ولكن اصطفى سبحانه وتعالى أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يكونون قريبين إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الحق سبحانه وتعالى في حق سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. حتى يبين عن طريق هذا الإعجاز واستجابة الدعاء
للرسول أو للرجل الصالح يبين لهم قدرة الحق سبحانه وتعالى على أيديهم، آثار قدرته وإعجازه وخلق القوانين الكونية على أيدي الأصفياء أو الرسل الأنبياء، حتى الأولياء الصالحين في كل زمان ومكان، حتى يقول إنه هذا الولي أو هذا النبي مرسل من الله أو رسول من الله سبحانه وتعالى، إذا يدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويفعل الأفاعيل بإذن الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال سيدنا عيسى: ويبرئ الأكمه والأبرص وإذ تخرج الموتى بإذني في بعض الآيات، وهكذا. فدعا موسى ربه أن يغيثهم فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجر. طبعا هذه العصا مثل ما تعرفون: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها. الله يعلم أنه، ولكن يستثير عن سيدنا موسى أنه كله من فمك ودينك، من فمك ودينك، إقرار باللسان: وما تلك بيمينك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى يعرف أنه في يد العصا. قال: هي عصاي. إذا أنت متأكد هي عصا يا موسى؟ قال: نعم، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى فإذا هي حية تسعى واضرب بعصاك البحر فكان كل فرق كالطود العظيم واضرب بعصاك الحجر فانبجست منه أو انفجرت منه، هكذا. فعصا موسى هي كان فيها الإعجاز الإلهي، كما يقول الحق سبحانه وتعالى للرسول الأعظم في معركة الخندق: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فحمل صلى الله عليه وسلم نبينا الأكرم حفنة من تراب أو من حصى ونثرها في وجه أعدائه في معركة الأحزاب أو معركة الخندق كما يذكر التاريخ أو السيرة. فالله سبحانه وتعالى قال: وما رميت يا محمد إذ رميت. هذه الحصى لا تصل إلى الكفار، ولكن الله رمى، قلبها إلى عاصفة قلبت خيامهم وقدورهم وعادوا خائبين ومنكسرين ومهزومين. فتفجرت منه هذا الحجر، فتفجرت منه عيون بقدر قبائلهم. وبعثنا منهم 12 أسباطا أمما، وبعثنا منهم 12 أسباطا. السبط شنو؟ يعني أسباط يعقوب اللي بتناسلوا هذول، كل واحد يعني شلون نقول من أولاد يعقوب كل واحد شيخ عشيرة، كل واحد من قبيلة معينة، كل واحد بقدر قبائلهم. وكانوا 12 قبيلة، فجرى لهم منهم جدول خاص، فجرى لكل واحد جدول خاص إلى يشرب منه. كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا واشربوا من رزق الله. ولم يقل كلوا واشربوا من ماء الله سبحانه وتعالى. لماذا قال رزق الله؟ لأننا قلنا الماء سر الحياة، يعني معناه هذا الرزق، الماء إذا موجود يحيي أي منطقة، طبعا يطلع الزرع وهذا وتأكل منه أنعامهم وهكذا. وكانت 12 قبيلة، ولكل منهم جدول خاص يأخذون منه حاجتهم لا يشاركهم فيه غيرهم. يعني حتى بهذا تميز سواء، إني فضلتكم على العالمين. فالحق سبحانه وتعالى عندما يقول وأني فضلتكم على العالمين، زين، نعمتي التي وأني فضلتكم على العالمين، ميزهم في كل شيء، ميزهم بعدد الأنبياء، ميزهم بالإعجاز، زين، 9 معجزات من سيدنا موسى فقط، إعجاز سيدنا عيسى عليه السلام أيضا هو على بني إسرائيل، يعقوب على بني إسرائيل، معجزاتهم كثيرة كان، إسحاق، يعقوب، كلهم على بني إسرائيل. فأكثر عليهم المعجزات والعطايا والنعم الحق سبحانه وتعالى حتى يميزهم، حتى يقول أنا اختاريتكم، زين، ولم يكونوا قدر المسؤولية وقدر الاختيار. وكان موضع السقيا آية باهرة ومعجزة ظاهرة لسيدنا موسى عليه السلام، ومع ذلك كفروا وجحدوا. في اللغة استسقى أي استسقى، احنا نسمي صلاة الاستسقاء، صلاة عند الجدب عندما لا تمطر السماء ولا ينزل الغيث من السماء. يوجد هنالك ما يسمى بالسنة النبوية صلاة الاستسقاء ودعاء الاستسقاء. لماذا؟ طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. إذن طلب سيدنا موسى السقيا إلى قومه، لأن السين
والتاء للطلب. دائما من تلقي استسقى، السين والتاء للطلب، سين والتاء للطلب، هاي باللغة العربية. مثل استنصر واستخبر، استسقى. زين. قال أبو حيان: الاستسقاء طلب الماء عند عدمه أو قلته. الاستسقاء طلب الماء عند عدمه، ما موجود أي أصلا، أو قلته. ومفعوله محذوف، أي استسقى موسى ربه. وإذ استسقى موسى لقومه، ممن استسقى؟ من الله سبحانه وتعالى، تقديره محذوف، مفعوله محذوف يعني. إذ استسقى موسى ربه فانفجرت. الانفجار الانشقاق، يعني الانبعاث من مكان صغير إلى مكان أكبر. ومنه سمي الفجر لانشقاق ضوئه، هذا الضوء الصباح. لماذا سمي الفجر من الانفجار؟ لأنه يشق الظلام، هذا الضوء القليل يبدأ يشق الظلام، يبدد الظلام، سمي الفجر لانشقاق ضوئه، انشقاق نور الشمس. وانفجر وانبجس بمعنى واحد. أنت تلقي في بعض الآيات فانفجرت منه 12 عينا، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل ناس مشربهم. هذه الآية لا تخلف المعنى نفسه، المعنى واحد. قال تعالى: فانبجست منه بمعنى واحد. مشربهم أي جهة موضع الشرب، يعني حتى هاي القبيلة خلاص هذا ماءها وهذا العين مالته 12 عينا، هاي لفلان هاي لفلان هاي لفلان قبيلة. زين. جهة وموضع الشرب مشربهم. تعثوا، زين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما هو معنى تعثوا في الأرض؟ معنى كلمة تعثوا ما معناها؟ شدة الفساد، شدة الفساد. زين. تعثوا شدة الفساد. عثي يعثى، وعثى يعثو، إذا أفسد فهو عاث في الأرض فسادا. تسمع أنت قال القرطبي: معناه تطغوا، وأصله شديد الإفساد، شديد الإفساد. هذه الكلمة. فومها الفوم الثوم. وقيل الحنطة. أتستبدلون، يعني عندك شيء تستبدله بشيء آخر. هم قاموا ترك شيء لآخر وأخذ غير مكانه، غيره مكانه. يعني استبدلت فلان بفلان، استبدلت هذا الكتاب بالكذا، استبدلت باليراع بالقلم. زين. استبدل الشيء بشيء، أخذ الشيء. هذا تستبدلون، ترك شيء لأخذ آخر غيرهم، أخذ آخر واحد غير واحد مكانه. أدنى، أتستبدلون الذي هو أدنى، أخس يعني أقل شأنا. زين. أدنى. وأحقر، يقال رجل دنيء، حتى الدنيا من الدناءة، لأنه ليست هي مطلب الرجل المؤمن، أو ليست مطلب بني آدم، إنما مطلبه هي الله سبحانه وتعالى والحياة الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان. يقال رجل دنيء إذا كان يتتبع الخسائس، يعني يتجسس، ينافق، يودي كلام، يغيب وكذا، هذا يسموه رجل دنيء. أو مثلا ينزل راس هذا وينزل راس ذاك، يجدي، هذا رجل دنيء. أو يظلم أو يتجسس وهكذا. الذلة الهوان، الذلة جاءت من الذل والهوان. والحقارة. زين. والمسكنة، مسكين جاء مسكين جاء المسكنة. المسكنة الفقر والفاقة والخشوع، مأخوذة من السكون، لأن المسكين قليل الحركة، أولا لأنه جوعان، أو لأنه يعني من حياء لا يستطيع أن يختلط مع الناس، ملابسه، أكله، شربه، وهكذا، فيشوف نفسه دون عن العالم. مسكين قليل الحركة، لما به من الفقر والجوع والعوز. باءوا رجعوا وانصرفوا، باءوا رجعوا وانصرفوا. قال الرازي: لا يقال باء إلا بشر، ما نقول باء بخير، باء بأمر خير، لا، دائما تجي كلمة باء على أمر شيء. باءوا بالفشل، باءوا بالخذلان، باءوا بالانهزام، هكذا، باءوا بالهزيمة، هكذا. متى ما يأتي باءوا بالخير أو باءوا بالفوز، لا نستطيع أن نقول. إذن كلمة باء أو باءوا بالجمع لا يقال باء إلا بشر. يعتدون الاعتداء، تجاوز الحد، الظلم في كل شيء، واشتهر في الظلم والمعاصي، الاعتداء في الظلم والمعاصي.
وإذ استسقى موسى لقومه، أي اذكروا يا بني إسرائيل حين طلب موسى السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، أي اضرب أي حجر كان تنفجر بقدرتنا بأمر الله سبحانه وتعالى عينا بقدر قبائلهم 12 عينا، أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة وخرجت منه 12 عينا بقدر قبائلهم، قد علم كل أناس مشرب، كل قبيلة أي علمت كل قبيلة مكان شربها لئلا يتنازعوا حتى لا يتنازعوا. كلوا واشربوا من رزق الله، أي قلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء من غير كد منكم ولا تعب، وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه واشربوا من هذا الماء، بل هو من خالص إنعام الله سبحانه وتعالى من غير كد ولا تعب. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تطغوا ولا تتجاوزوا الحد في الأرض بأنواع البغي والفساد والظلم. وإذ قلتم يا موسى، أي اذكروا يا بني إسرائيل حين قلتم وطلبتم من نبيكم الدعاء من الله سبحانه وتعالى ربكم الخالق العظيم، إذا أنتم تعرفون أنه هو نبي وتعرفون أن الله هو القادر هو المستجيب هو الخالق العظيم. أي اذكر يا بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى وأنتم في الصحراء، من يخلصكم في الصحراء؟ وتأكلون من المن والسلوى لن نصبر على طعام واحد. إذن هاي النعمة المن والسلوى وفجر لهم العين أيضا غير شاكرين. يقول الحق سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا بني إسرائيل لا دائما في عناد مستمر مع الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء يقتلون الأنبياء. حين قلتم يا موسى لنبيكم موسى وأنتم تأكلون من المن والسلوى لن نصبر على طعام واحد، احنا ملينا من المن والسلوى ملينا، أي على نوع واحد من الطعام والمن والسلوى، فادعوا لنا ربك يخرج لنا، اطلب من الله سبحانه وتعالى يطلع لنا من الأرض زين يرزقنا غير ذلك الطعام، فقد سئمنا من المن والسلوى وكرهناه ونريد ما تخرجه الأرض من الحبوب والبقول من بقلها من خضرتها زين بقلها الخضر أنواع الخضروات كالنعناع والكرفس والكراث وقثائها يعني القثة التي تشبه الخيار قثاء الخيار وفومها الثوم وعدسها وبصلها زين أي العدس والبصل المعروفان. قال أتستبدلون الذي هو أدنى، هذين البقول والثوم والعدس والبصل أدنى من المن والسلوى، هذا يأتيكم ينزل المن من السماء والطير السماني يأتيكم من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا صح ينبت الله سبحانه وتعالى ولكن شأن هذا أفضل من شأن هذا، إذن أدنى منه. ويحكم أتستبدلون الخسيس بالنفيس وتفضلون البصل والبقل والثوم على المن والسلوى اهبطوا مصرا، انتم مدام شيء يجيكم بدون تعب ولا كد ولا حركة زين اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، روحوا لمصر أي ادخلوا مصرا من الأمصار، ليس مصر هاي اللي موجودة لأنه أي مدينة حضرية تسمى مصر من الأمصار وبلدا من البلدان أيا كان لتجدوا فيه مثل هذه الأشياء، أنا خاصكم بهذه النعمة المن والسلوى تجدون فيها. ثم قال تعالى منبها على ضلالهم وفسادهم وبغيهم وعدوانهم وضربت عليهم الذلة، الله ذلهم هانهم يعني كتب عليه وضربت، شلون احنا نسميه ضريبة يعني واجب عليه، الله أوجب عليهم الذل والمسكنة أي لزمهم الذل والهوان، كان الذل والهوان ملازم لبني إسرائيل لحد هسه وفسادهم، وضرب عليهم الصغار والخزي، الصغار يعني الإهانة والخزي الأبدي الذي لا يفارقهم إلى قيام الساعة، وباءوا فوق هذا باءوا بغضب من الله أي انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط الشديد من الله. ذلك أنت تسمع ذلك اسم الإشارة أي ذلك كل هذا ذلك ما نالوه من الذل والهوان والسخط والغضب ما اقترفوا من الجرائم الشرعية بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، إذن فعلهم شنيع عظيم عند الله سبحانه، يكفرون بآيات الله والنعم ويكذبون الحق ويقولون أرنا الله جهرة. واستسقى موسى لقومه قلتم
قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل اذبحوا بقرة، قال يتخذونها هزوا يستهزئون بالأنبياء والرسل بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، أي بسبب كفرهم بآيات الله وجحودهم واستكبارهم وقتلهم رسل الله ظلما وعدوانا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أبدا، لبئس ما كانوا يفعلون بسبب عصيانهم. ثم دعا تعالى أصحاب الملل والنحل: يا أيها الذين آمنوا إن الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين، الآية اليهود والنصارى إلى الإيمان الصادق وإخلاص العمل لله، وساقه بصيغة الخبر، وساقه بصيغة الخبر. يعني عندما قال الحق سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، إذن أي أمة من النصارى خطاب الكل، لأن في أمم السابقة وفي بعد رسالة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي يا أيها الملل والنحل المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين أدعوكم إلى الإيمان الصادق والإخلاص العمل لله، وساقوا بصيغة الخبر فقال إن الذين آمنوا المؤمنون أتباع محمد، والذين هادوا اليهود أتباع موسى اللي آمنوا بموسى، والنصارى أتباع عيسى عليه السلام، والصابين قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة. من آمن بالله واليوم الآخر، أي من آمن من هذه الطوائف إيمانا صادقا. إذن يعني الله سبحانه وتعالى لا يقول إنه تسمع أنت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين، يعني معناه أن هذول شكوا نصراني وصابئي ويهودي هو مؤمن بالله سبحانه راح يدخل الجنة. لا، اللي آمن بنبيه في زمانه ومات على ذلك على الإيمان وعمل صالحا، أي من آمن من هذه الطوائف إيمانا صادقا فصدق بالله وأيقن بالآخرة وعمل صالحا. طبعا المنهج والشرع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي عمل بطاعة الله في دار الدنيا فلهم أجرهم عند ربهم، أي لهم ثوابهم عند الله لا يضيع منهم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن الله لا يظلم الناس شيئا. أي عمل بطاعة الله فلهم أجرهم ثوابهم عند الله لا يضيع من مثقال ذرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي ليس على هؤلاء المؤمنين على مختلف الملل السابقة وحسب الأنبياء خوف في الآخرة حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون. فنأتي إلى البلاغة على عجالة في إضافة الرزق إلى الله: كلوا واشربوا من رزق الله، من رزق الله، لأن هذا مباشرة بدون تعب، تعظيم للمنة والإنعام من الله سبحانه وتعالى، وإيماء إلى أنه رزق حصل من غير كد ولا تعب ولا مشقة. والبلاغة الثانية في التصريح يذكر ولا تعثوا، زين، مبالغة في الأرض، ولا تعثوا في الأرض مبالغة في تفسيد تقبيح الفساد، ولا تعثوا وين ما تروح إذن الفساد مفسدين حالة مؤكدة، الأرض كلها وين ما يروحون تلقي يهود يعثون في الأرض مفسدين، وين أكو جريمة وين أكو غش وين أكو ظلم تلقي موجودين. إذن تعثوا في الأرض ليس ما قال في أرض معينة في مكان معين، لين لا في الأرض، مثل ما قال الحق سبحانه وتعالى اسكنوا الأرض، اسكنوا الأرض، يعني راح يطشرون بالأرض، راح ينتشرون بالأرض. لين بعد التيه كل جماعة هنا، جماعة بإيران، جماعة بالعراق، جماعة بروسيا، وهكذا يسكنوا الأرض. حالة مؤكدة، إذا الفساد حالة مؤكدة. ووجه فصاحة هذا الأسلوب إن المتكلم والحق قد تشتد عنايته بأن يجعل الأمر أو النهي لا يحم حوله لبس أو شك. إذا لا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني إن المتكلم اللي هو الحق قد تشتد عنايته الحق أن يجعل الأمر أو النهي لا يحم حوله لبس أو شك. تعثوا في الأرض خلاص، هذا حقيقة واقعة. إذن هذا صدق القرآن، أين ما تروح تلقي اليهود فساد. ومن مظاهر هذه العناية الإلهية التوكيد، فقوله مفسدين يكسو النهي عن الفساد قوة، يعني إذن إضافة للتأكيد، إضافة ولا تعثوا في الأرض
لا يقف على لا تعثوا في الأرض مفسدين، تعثوا ومفسدين، مستمرة الحالة. قوله تعالى مما تنبت الأرض، المنبت الحقيقي هو الله سبحانه، فيه مجاز يسمى المجاز العقلي، هناك بالبلاغة مجاز عقلي وعلاقته السببية، لأن الأرض لما كانت سببا للنبات أسند إليها مما تنبت الأرض، ولكن كالأسباب يعني الله سبحانه وتعالى ظاهر بأسبابه وباطن بغير أسباب. فمن أسند مما تنبت الأرض، إذن هو خلى فيها القدرة والقوة، وألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وكناية، هاي استعمل ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ما جاء ضربهم الذلة والمسكنة، كناية يعتبر يعني شلون احنا تشبيه عن إحاطتها بهم، الذلة والمسكنة محاطين بها، في بيت، في الشارع، في الدولة، في المدينة، في أي مكان، في العمل بهم، كما تحيط القبة بمن ضربت عليه، كما قال الشاعر إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. إذن كأنما حاطت به السماحة والمروءة ولا عكسه. خامسا تقييد قتل الأنبياء بغير الحق، قيد قتلهم الأنبياء بغير الحق، ولم ينكر بغير حق في بعض الآيات، هنا لا بغير الحق، أي مع أن قتلهم لا يكون بحق البتة، إنما هو لزيادة التشنيع بغير الحق، من أضافة إلى معرفة الألف لام التعريف، إذن لتعظيم عملهم، إنه هذا العمل لا يغفر عند الله سبحانه وتعالى. والفوائد، حكى المفسرون أقوالا كثيرة في الحجر الذي ضربه موسى فجرت منه العيون، ما هو وكيف وصفه، وقد ضربت صفحة من هذه الأقوال، ويكفي في فهم معنى الآية أن واقعة انفجار الماء إنما كانت على وجه المعجزة، أي حجر، وأن الحجر الذي ضربه موسى كان من الصخر الأصم الذي ليس من شأنه الانفجار بالماء، يعني حتى الصخر اللي ضرب سيدنا موسى به بالعصا حجر أصم، شلون احنا نقول هذا الحصى شايفه جلمود لا يخرج منه مي، يعني لا تتأمل يطلع منه قطرة مي، زين. وهنا تكون المعجزة أوضح، كلما زاد التعقيد كلما زادت يعني كانت المعجزة أعظم. والبرهان أسطع، قال الحسن البصري لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه، قال وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة. الثانية هاي الفوائد، فإن قيل ما الحكمة في جعل الماء 12 عينا، الجواب أن قوم موسى كانوا كثيرين وكانوا في الصحراء، والناس إذا اشتدت بهم الحاجة طبعا كلهم عطاشة يبدون يتقاتلون على الماء وهم عطاشة. ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفوم في قوله وفومها الحنطة، والأرجح أن المراد به الثوم، بدليل قراءة ابن مسعود، في قراءة ابن مسعود وثومها وليس فومها، وقد في قراءة حفص عن عاصم فومها، وبدليل اقتران البصل بعده. قال الفخر الرازي الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة، إذن يعني أكو تناسب بين الثوم والعدس، لين حتى احنا ناكله، يعني اوفق، لان هذا يولد بقوليات بروتينات، تولد بعض الاشياء يعني عسر الهضم كذا. فاذا الثوم مع البصل اكثر الناس تستعمل به الطبخ، الثوم في كل. اذا يعدد النعم الحق سبحانه وتعالى على بني اسرائيل مستمر، اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واتقوا يوما لا تجزي نفس، وهكذا الآيات، زين. بدوا بالتيه مخالفين الله سبحانه وتعالى، ولم يدخلوا الأرض المقدسة اللي أمر الله سبحانه وتعالى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تدخلوا الأرض المقدسة اللي كتبها الله لكم ولا ترتدوا على أدبارهم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا فإنا داخلون. فدائما في عناد مستمر، يعني يريدون أرنا الله جهرة وإذ وعدنا موسى 40 ثم اتخذتم العجل من بعده، وهكذا في عناد مستمر، ويبقون في تيه مستمر، ويبقون في ضلال مستمر وعناد، ويبقون مفسدين في الأرض. هذه الصفات أنه تتحرز من عندها، يذكر الله سبحانه وتعالى على عناد بني إسرائيل، وهم أشد عنادا، أشد
عنادا ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم. إذن أقرب الناس هم النصارى بالدعوة لأن قلوبهم بعد رقيقة. لا بني إسرائيل اليهود لا قلوبهم مغلقة إلا ما شاء الله كقاعدة عامة إلا ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعذرون على الإطالة وبالتعليقات ارسلوا لنا إن كان أكو بعض مثلا تفسير نقلل الوقت نسوي على فصلين على جزئين من المحاضرة ونزيد بعد بالتفسير أو مثلا نستشهد بعض الأمثلة النحوية واللغوية والصرف وكذا يعني توسع أم هذا قدر يكفي. إحنا نفسر تفسير ميسر. التفسير هو هذا الكتاب صفوة التفاسير. زين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.